هالو شجر. كنت متخيلة ان الناس وانا صغيرة بتحب الخير لبعض وبتخاف على مصلحة بعض، ومحدش بيأذي حد ابدا، وان الحياة جميلة وهادية ورومانسية. لما كبرت بقى لقيت ان الناس، يعني كتير منهم، مش هقول كلهم، مؤذيين. مش بيحبوا الخير لبعض، مش بيساعدوا بعض، مش بيقدروا بعض، مش بيرحموا بعض، اللي ربنا اتكلم عنه في القرآن. الرحمة يا ناس ببعض، بجد والله. مكايد وحاجات مش متخيلين الأذى اللي انت ممكن تعمله ده يعمل في شخص ايه. يخليه ينتحر بقى، يتجنن، يجيله أمراض. ليه انت تكون سبب في كده لحد؟ بجد ليه؟ يعني حاولوا ان انتوا دايما تبعدوا على النوعية دي من الناس، ابعدوا عنهم تماما، ودايما تدعي وقول يا رب يعني ارزقني بالناس اللي شبهي، الناس الكويسة، واعمل الخير وما تستناش نتيجة الخير ده. واجتهد وربنا عمره ما هيضرك، او مش هيبقى شايف انك بتبذل مجهود، عمره ما هيضيع تعبك ومجهودك، وعمر ما حد هيقدر يأذيك طول ما ربنا معاك وفي ظهرك وجنبك. خليك واثق ان ربنا في ظهرك. شكرا.